المهم اللي وقع هو انا كان فايت ليا 12 دوزام، وكنت كانوا واعديني انهم يخدموني على حسب ما كانوا يقولوا بانهم عجبني الخدمه ديالي وباغيين يخدموني وداك الشيء. قالوا لي غادي نسمع معاك شهرين السي ومن بعد غادي نرسموك. هذا الشيء اللي داروا معايا. من بعد ولاو كيتحرشوا بيا وكيديروا لي الشونطاج. دين المسؤولين اللي كانوا كيتحرشوا بيا ديك الساعه كان فارس عثمان وكان مدير ممد، وخصوصا مدير البرامج ممد. هو في الاخر اللي بقى كيدير لي الشونطاج، كيقول لي صاحبي معايا وغادي نخدمك معنا هنا وغادي نبدا معك بشويه وغادي من بعد نعطيوك دي زيميسيون كما درنا مع الاعلاميين الاخرين داك الشيء. وكان تقترح عليا باش نخدم في الدعاره الراقيه. بقيت كنرفض، كنقول لا ما يمكنش هادشي وانا عندي مبادئ وجاي باغي نخدم بدراعي. بقيت كنرفض في هذيك الشهرين كل مره كيقول لي نفس الهضره وانا كنرفض. فجات الوقيته باش نورمالمون يسنيو معايا كما وعدوني في الاول، صافي قلبوا عليا وجههم خواو بيا. ما بقاش يجاوبني ولا كيكفى عليا التليفون، ما بقى عرفني حتى شي حد معقل عليا. خرجت مسكت بحال ما كاين حتى شي حاجه. ديك الساعه كنت انا يلاه باديه لا كارير ديالي، قلت ما كاينلاش نجبد الصداع والمشاكل ولي كونفلي وبغيت نخسر ليماج ديالي. سكت ما عندي ما ندير. حتى 2014 تفجرت القضيه ديال التحرش الجنسي، وكانوا 7 ديال لي ستاجير كان فايت لهم دوزو ديال ستاج في دوزام، وكانوا هما تعرضوا للتحرش الجنسي والشونطاج، وكانوا تقدموا بشكايه لشي برلماني في السي جي بي، وكانوا تناقشوا في البرلمان ديك الساعه مع مصطفى الخلفي على هذا الموضوع ديال التحرش الجنسي في دوزام. وعيطوا على سليم الشيخ، قال لهم انا ما في خباري حتى شي حاجه، ما عرفت حتى حاجه على هذا الموضوع. قال لهم انا غادي نفتح تحقيق ونشوف هذا السيد حد بدات السنيه ديال فارس عثمان. وديك الساعه ممد كان خرج من دوزان، كان ديك الساعه في الامازيغيه، كان غير فارس عثمان. قال لهم انا غادي ندير تحقيق ونشوف هذا الشيء واش بصح ولا لا. دار تحقيق، قال لهم دار تحقيق. من بعد قال لهم راه السيد بريء، ما كاين حتى شي حاجه ضده، ما كاين حتى شي دليل ضده، ما كاين حتى شي شكايه تقدمت ضده. انا في هذاك الوقت فاش دخلت هضرت مع سليم الشيخ في الواتساب، قلت له مسيو سليم الشيخ انا سلوى بوشعيب راه كيدوز باس في دوزام وراه هاوقع لي عاودت لي الصلاح اون ديتاي. قال لي شكون اللي دار لك بحال هكا؟ قلت له راه فارس عثمان وممد. قلت له من هذا الشيء كلشي، قلت له بغيتك تنصحني ترجع لي حقوقي ورجعني لخدمتي حيت انا خرجت ظلما من تمايا. قال لي انا غادي نتكلف. السيد من تما بان لي بلان فيا، دازت واحد الكيسيان بحال هكاك، هو يهضر معايا في الواتساب قال لي راه فارس عثمان صافي راه خرجناه مشى في حالاتو. شكرتو انا على داك اللي درت لي داك الشيء. دازت واحد 15 يوم تقطع لي كونتاكت بيناتنا، مابقيتش كنهضر معاه. حتى واحد المره كنتفاجئ به كيهضر معايا وكيدراكيني، ما بقيت فهمت شي حاجه. جاوبته عادي من باب الادب، كنجاوبو بوجو بمسيو سليم الشيخ وداك الشيء كما كنت كنهضر معاه في الاول دون ان كادر ريسبكتيو بروفيسيونيل. قال لي لا حيدي رسميات، حنا اون دي جون وداك الشيء بلا رسميات. صافي قلت له اوكي ما كاين حتى شي مشكل. كنهضروا كنشوف السيد كيتحرش بيا ولا كيعيط في التليفون كيطلب مني باش نمارس معاه الجنس في التليفون. ما فرونسمون ما هنا صافي بلوكي. كل ما يمكن يقدر يكون السيد كيتسلى ولا شي حاجه، حيت ما يمكنش انا نمشي عند المدير العام براسو ونمشي كنشكل على واحد المسؤول وكنقول له راه تعرضت للتحرش الجنسي والشونطاج وداك الشيء وهاوقع ليا وينوض هو براسو كيتحرش بيا. ما بغاش ندخل ليا للدماغ، كنقول ما يمكنش هذا الشيء يوقع. مي السيد طلع كيهضرني تمنيتو تيقول لي انا هذا الشيء عارف بانه ماشي بروفيسيونيل، ما خصنيش نهضر معاك، ولكن عجبتيني وانا بغيتك وانا راجل معقول ماشي بحال هذوك ديال دوزام، وانا مماش كنهضر بحال هكا مع البنات وطاطاتي. المهم عارفه ديك بلا بلا ديال الرجال اللي كيدخلوا بها. صافي انا مابقيتش عارفه شنو غادي ندير. واش نرفض، وسورتو انا كنت طامعه انه رجعني خدمتي، ما بقيتش عارفه شنو غندير. بقيت في الاول كنراوغ كنقول له ماشي دابا، كان من بعد حدايا ماما ما نقدرش نهضر، من بعد فادي صافي حتى تلاقينا زعما انا مشيت زعما باش نهضر معاه على اساس الخدمه باش نشوف شنو رايدير معايا. السيد صافي
بان لي الاكراه اغتصبني. النهار اللي فاش غادي نتلاقاو صوري انا عيانه ديجا، عيانه بسيكيكمون ديبريمي وداكشي ما قداش. مشيت النهار كله ما واكله والما فاطره ما مغديه ما حتى شي حاجه، ما عنديش لانرجي باش نوقف وغاديه في التران من ديبلاسيت من مراكش لكازا، ودرت معاه زعما باش يتخايلني باش نمشيو زعما نجلسو في شي كافي نهضرو بحال الناس وداكشي. كنجي كنوصل لكازا كنعيط كنشوف ما كنلقاش، قلب عليه ما كنلقاش، كنعيطو كنقولو فينك، تيقول لي راه عندي واحد الريونيون غادي نتعطل عليك شي شويه، وخلاني جالسه كنتسنى وانا عيانه وما قاداش شدو خافيه باغيه ما بقى لي والو نطيح. كنقول دابا شنو غندير؟ واش نبقى كنتسنى كتظلم عليا الحال في كازا ويجي ليا شي شمكان؟ شنو غندير؟ واش نرجع دابا لمراكش وانا ما قاداش؟ شنو غندير؟ رجعت عاوتاني اتصلت به قلت شنو دابا تغدي ولا لا؟ قال لي مازال معطل شويه. قال لي الا بغيتي ما تسناينيش قال لي اجي لعندي للدار دابا. صافي انا تما بلا ما نفكر بلا والو اوتوماتيكمون كنت باغي غير شي بلاصه نجلس فيها نرتاح سميتو، مشيت لعندو. صافي دخلت السيد على البديه بدا كيتحرج بيا وداكشي. في الاول بقيت كنعاود وداكشي كنقاوم، من بعد صافي سلمت خليتو دار داكشي اللي بغا. انا دخل بقى كيتحرج بيا وداكشي، انا كنتهرب كيقول لي اجي حدايا اجي، كنقول له لا وداكشي. صافي وعيانه ما قدرتش نقاوم باغيه نطيح، قلت له بغيتي نستراح. صافي جلست انا بغيت نستراح هكا وهو يتلاح عليا. ما بقيتش ما عنديش الجهد ولا الطاقه لا فيزيكمون ولا فيزيكمون باش نقاوم ولا. خليته يسلم، خليته يدير ما بغا، غمضت عينيا وخليته دار ما بغا. صافي كمل بقيت في الاخر جالسه كنبكي. بقيت كنبكي، حسيت بالشمس، حسيت بحاجه، حسيت بالضغط، حسيت براسي كنتفضل ما قدرتش ندافع على راسي. صافي قلب عليا من تمايا ما بقى رجع لي لا خدمت ديال شي حاجه. من بعد تخصصت معايا كلا درتي لي بحال هكا شنو بيني فيك لاش ديري لي بحال هكا مابقاش كيجاوبني. تخصصت معاه بلوكي ديك الساعه في الواتساب. رجعت فكرت كنقول انا في دونتوليك انا خاسره انا اللي ضايعه في هذه القصه كلها، وما عنديش مشكله. ما كنت ندير احتياطاتي، ما خديتش عليه حتى دوك الميساجات الاولين ما بقاوش عندي، ما عنديش حتى هذه حتى شي حاجه كتثبت بان وقعت شي حاجه. قلت انا غادي نرجع نهضر معاه كوم امي عادي بحال ما كاين حتى شي حاجه، ما غادي نجبد له لا فيديو لا حتى شي حاجه، ما نجبد له حتى شي حاجه، غادي نهضر معاه عادي. قلت انا على الاقل ناخذ شي دليل ولا شي حاجه، قلت اي حاجه خديتها غادي تكون صالحي. صافي بقيت كنهضر معاه عادي بحال ما كاين حتى شي حاجه، ما كيجاوبنيش. السيد دار خطوات مزيان وعارف شنو كيدير وعايق، عارف راسو شنو كيدير. بقيت كنتبحث عليه، كنحاول نجبد منه الهضره، كنجبد له هذاك النهار اللي وقع فيه داكشي والو ما كيجاوبش، كنصيفط ليه في التصاور كنصيفط والو ما كيجاوبش. ما خليتش ما نجرب 20 في الطريقه غير باش يجاوبني، الله يجعلو غير ينقر ولا يقول لي راه ولا غير كذا، يقول لي راه ما كانش قصدي ولا ما كنتش ناوي نأذيك ولا المهم غير يعترف ضمنيا بانه راه فعلا وقعت شي حاجه، ولا يقول يعترف بانه كان انا غابور سيكسيال. السيد ما بغاش يجاوبني، ما بغاش يجاوبني نهائيا، حتى بالضبط في هذا الخط بالضبط في اليوم ديال الجمعيه كما شفتوا في SMS. دونك هو ما بداش يجاوبني حتى الجمعيه، بقى كيعطيني مبررات وهي تيقول لي انا ما كانش قصدي وانا ما كنتش ناوي ندير لك بحال هكا، كيحاول يعتذر، كيحاول سميتو ولا كيحاول يلقى معايا حلول، قال لي نلقاو حلول زعما وديا بلا مشاكل بلا صداع بلا شوها بداك الشيء. المهم كيحاول يسكتني باي طريقه. انا في الاول تيقول لي المهم فاش كنجبدو له فيديو داكشي كيقول لي ما نهضروش دابا تنتلاقاو ونجي عندك لمراكش داكشي، نتلاقاو ونهضروا في هذا الشيء. كنقول له واخا. في الاول ما كنتش حابه نشوفو، من بعد كنت غادي نتلاقى به ونشوف على الاقل الا حاولت غير نسجلو ولا نحاول ناخذ منه شي حاجه غادي يكون احسن.
دار معايا دي رونديفو دارنيغمون في الفيستيفال ديال الفيلم، دار معايا 3 رونديفو خوا بيان. مبقاش كيجاوبني من بعد بلوكاني. فاش بلوكاني مشيت انا لعند فيصل العرايسي باش نعاود هادشي، مشيت لعند لوطيل اوتيل مامونيا. العرايسي بمجرد ما عرف بالقضيه ما عرف باش يسمع لي صافي جاب عليا. مشيت لا ريسبسيونيست ديال لوطيل وخليت له رسائل، قلت له هاكاين ها وقع ليا. قلت له انت بهذا التصرف ديالك راه ما خليتي لي حتى شي حل اخر من غير انني نخرج للراي العام ونعاود لهم هذا الشيء اللي دار هذا السيد. حتى هذا الشيء راه تعدى الظلم وتعدى الحقره وتعدى الاغتصاب. السيد راه ماشي اغتصبني في ديالتنا وصافي، راه اغتصبني في حقوقي، اغتصبني في كرامتي، اغتصبني في طموحات، في احلامي، اغتصبني في كل شيء. خليت له نمرة التليفون، خرجت شحال هادشي ناض هو اتصل بيا مشى حكى لها له، قال له راه جات عندي واحد السيده واش تقول شنو تقول. صافي دمت القضيه بيناتهم، ما داروا حتى شي رياكسيون، عطاوني المخال. ما بقيتش كنفكر لا في المستقبل، شحال انا وليت كتبان لي غير الموت قدام. انا بغيت غير نموت ونتسنى، انا بغيت كرامتي. دابا انا صحت لهم في الخدمه، صحت لهم قلت ما بغيتش الخدمه، بغيت غير كرامتي ترجع ليا. هادشي اللي بغيت، ما بغيت حتى شي حاجه اخرى. كتبغي كطلب بحقوق، كتصدق انت مغتصب حياتك. فوق هذا الشيء كيخرجوا كيتهموك بسميتو بانك كتبتز المدير وبانك السيده مختله عقليا وبزاف الحوايج كدير في خاطر شي حاجه بحال هكا. علاش باغي نبتز؟ شنو غنخليني نبتز واحد المدير قدو؟ قلت له خلينا نمشي نطيح عليه الباطل ونقول ليه اغتصب فينا وداك الشيء. واش انا حمقى؟